ثم قال رحمه الله يوم هم. يوم هم هي الكلمة الأخيرة في البيت، وهنا في يعني قصور الحقيقة في النظم. الإمام الجزري رحمه الله يقصد هنا آيتين كما نرى أمامنا، جاءت يوم هم مقطوعة في موضعين. في الذاريات الآية 13 يوم هم على النار يفتنون، وجاءت أيضا في سورة غافر في الآية 16 يوم هم بارزون، فقط في هذين الموضعين. لكن في مواضع أخرى أيها الإخوة، مثلا قوله تعالى يومهم الذي يوعدون، فلما نقول يومهم صارت يوم مضاف وهم مضاف إليه، يومهم مضاف ومضاف إليه، فهي كلمة واحدة يومهم، كأنك تقول كتابهم. واضح؟ فيومهم في القرآن 5 مواضع يومهم على أنها كلمة واحدة مضاف ومضاف إليه. لم ينبه الجزري على ذلك، وهذا قصور في النظم. كان عليه رحمه الله أن ينبه على هذه المواضع ال5 المقطوعة، وهي مذكورة في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله وطيب الله ثراه. إذن قال اللوحة التي رأيناها منذ قليل، فكان على الناظم أن يقيدها بهما، يعني بالموضعين المقصودين، يوم هم على النار يفتنون في الذاريات، يوم هم بارزون في سورة غافر، ليخرج ما عداهما من المواضع الموصولة، وهي 5 مواضع تستطيعون البحث عنها في المعجم المفهرس.